مجرد بس ان انا اقول لك احمد حجازي، هي بس كلمه احمد حجازي المفروض ترجع لورا كده وتحط رجل على رجل وتقول يا سلام، انا عنده مدافع فارق بسنين كتير جدا عن مدافعين ممكن تشوفهم في الدوريات العربيه كلها. يعني مش على قد الدوري المصري او الدوري السعودي او الكلام ده، لا خليني اقول لك ان مش مبالغه والله، لكن احمد حجازي فارق بكتير جدا عن اي مدافع ممكن تشوفه في الدوريات العربيه كلها. مدافع كنا نسينا فكره ان ممكن اصلا يكون لسه في مدافع بيعرف يلعب كره برجله. ما بالك اصلا ان احنا عندنا في مصر البلاي ميكر عندنا في مصر ما بيعرفش يلعب الكره برجله. تخيل بقى ان يكون عندك مدافع لسه بيلعب الكره برجله هو احمد حجازي. مساله ان يكون عندك صخره قائد في الدفاع زي احمد حجازي ده، فالاتحاد ده في نعمه والله يا جماعه. انا ما كنتش متوقع فعلا قصه العشق ما بين حجازي وجماهير الاتحاد، انا ما كنتش متوقع ان هي بالشكل ده. كنت نسيت اصلا ان احنا عندنا في مصر مدافع بيقدر لسه يطلع الكره تحت ضغط. كنت نسيت فكره اصلا ان في مدافعين بيعرفوا يباصوا الكره صح، لحد ما افتكرت ان احنا عندنا لاعب زي احمد حجازي. لو جينا نراجع الزمن كده ونرجع لورا، هات لي لاعب جاله 2 صليبي وقدر ان هو يكمل مسيره بعد كده ويرجع يحترف تاني في اقوى دوريات العالم الدوري الانجليزي، وبعد كده يفضل قائد لخط دفاع نادي ويست بروميتش لحد ما يهبط معاهم، وبعد كده يروح نادي الاتحاد اعاره بنفس العقليه يا جماعه. يعني كل ده بنفس العقليه، وبعد ما الاتحاد يفعل بند الشراء بتاعه يجي له تاني عروض من اوروبا لكن يظل مع نادي الاتحاد. هل ده لو لاعب عادي بعد ما يجي له 2 صليبي يفضل بنفس العقليه وبنفس الاداء وبنفس الشكل؟ مستحيل بجد والله. انا ممكن، انا عايز اعد لعيبه، اولا مفيش لاعب عربي في التاريخ عملها ان لاعب يجي له 2 صليبي ويفضل بنفس الشكل. في العالم بقى لو عايزين نعد كام لعيبه ممكن نحط حجازي معاهم، ان لاعب يجي له 2 صليبي ويفضل بنفس الشكل ده. يا جماعه فكره زي ما قلت لك في البدايه ان يكون عندك حجازي في خط دفاعك، فانت راجل لازم زي ما قلت لك يا تحط رجل على رجل ومزاجك يكون في السحاب. العقليه اللي بتميز بقى احمد حجازي بعيد جدا وبفرق كبير جدا عن اي لاعب عربي بعد محمد صلاح. يعني احنا لما كنا بنقول ان صلاح العقليه بتاعته هي اللي مخليه له الاستمراريه الكبيره جدا في الدوري الانجليزي والشكل والاداء واللعب ده، لازم برضو نقول ان حجازي العقليه بتاعته هي اللي مخليه لحد دلوقتي بالشكل ده، هي اللي مخليه قائد لخط دفاع منتخب مصر والنادي الاتحاد. زي ما قلت لك فكره ان يكون عندك حجازي فده حاجه تدعو للمتعه. مش هنفضل نتكلم عن حجازي لان لو فضلنا نتكلم عن العقليه والاداء والروح بتاع حجازي هنعوز مثلا ساعه نوصف في جمال حجازي. بس انا النهارده جاي اتكلم عن منتخب مصر قدام منتخب ملاوي الضعيف نسبيا لكن بفارق شكل تكتيكي كبير جدا لروي فيتوريا. يعني الفكره كلها يا جماعه احنا خسرنا من اثيوبيا، احنا خسرنا من اثيوبيا. اداء منتخب مصر النهارده وشكله الهجومي بعيد عن ضعف المنتخب ملاوي، لكن منتخب مصر بقى ليه شكل هجومي من 2015 تقريبا. نسيت فكره ان الباك عندنا ممكن يصنع هدف. لحد برضه حتى يا جماعه لازم نعرف حاجه، ان حتى في الماتشات الضعيفه اللي كانت بتبقى على ارضنا الباكات عندنا ما كانتش بتزيد، ما كانتش بتصعد، ما كناش بنشوف شكل هجومي. كان كل الفكره عندنا ان احنا منتخب صلاح، ارمي الكره لصلاح. النهارده الشكل التكتيكي اللي عمله ري فيتوريا مع منتخب مصر انه فكره يضم الاجنحه وانه يلعب زيزو اللي هو المفروض ان هو بلاي ميكر لكن ما هوش بلاي ميكر، هو اللي بيساعد صلاح ان صلاح يضم العمق او ان صلاح ينزل يبني اللعب. والكي باسز، اللونج كي باسز، مش الكي باسز بس اللي صلاح كان بيتميز بها، لا اللونج كي باسز اللي صلاح عملها في المباراه، لدرجه ان احنا نصنع حوالي 11 فرصه الشوط الاول من الوينج الشمال بس بالشكل والتكتيك ان احنا كنا ممكن نطلع الشوط الاول 4-5 بعيد عن ضعف المنافس. لكن المنتخب حرفيا فعلا في شكل تكتيكي، في شكل تكتيكي متغير في المنتخب، طريقه اللعب متغيره، ما عادش خلاص منتخب صلاح. يعني بعيد يا جماعه احنا برضو مش عايزين نحكم، لكن دايما كده بيجي لك احساس ان ممكن المدرب ده عنده نظره تكتيكيه، المدرب ده شايف حاجه لقدام، المدرب ده مش عاوز يعتمد على المدربين اللي قبله اعتمدوا عليه. ارمي الكره لصلاح، اللي صلاح هو اللي المفروض هو اللي يجيب الجول، نحاول نحنكش في نص الملعب، لا ما خلاص ما عادش الكلام ده. يعني المنتخب النهارده شكله كان مغير. برضو انا عمال اقول لك اهو حتى مع ضعف المنافس المنتخب كان شكله مغير. احنا خسرنا من اثيوبيا 2-0، فاهم يعني عشان ما تقولش ضعف المنافس والكلام ده، احنا خسرنا من اثيوبيا 2-0، خسرنا من اثيوبيا 2-0 تحت قياده ايهاب جلال. ماليش علاقه بقى ايهاب جلال او ماليش علاقه بالكلام ده، بس احنا بنتكلم عن مدرب شايف فكر تكتيكي جديد وشايف طريقه لعب بينفذها. كل اللي انا اقدر اقوله لك ان روي فيتوريا مدرب محترم وكويس جدا تكتيكيا، ولو الاتحاد عندنا والاعلام عندنا ساب الراجل ده يشتغل بمزاج اعتقد ان احنا ممكن نشوف شكل مغاير جدا لمنتخب مصر. اعتقد ان احنا نشوف شكل مغاير جدا لطريقه اللعب، شكل مغاير جدا، لان احنا يعتبر نسينا اصلا منتخب مصر. دايما في العصر الذهبي لمنتخب مصر ما كناش بنكسب بالاداء، كنا بنكسب بالجمال والمتعه، كنا بنكسب بالتكتيك، كنا بنلعب عتاوله حرفيا، ما كناش بنكسبهم بالبدني ولا بنكسبهم بالدفاع ولا بنكسبهم باي حاجه من الحاجات دي. كنا بنكسب المنتخبات عن طريق المهاره، احنا كنا امهر منهم حتى لو المنافس ضعيف. بس خليني اقول لك ان شاء الله ان منتخب مصر هيكون ليه شكل ان شاء الله مع فيتوريا.